السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. هاجم بعض مشجعي الأهلي السعودي الجزائري رياض محرز نجم الفريق بعبارات قاسية بعد نهاية المباراة التي جمعت الراقي بضيفه الرائد ضمن الجولة 16 من دور روشن السعودي. واكتفى الأهلي أمس السبت بالتعادل السلبي مع الرائد ليتجمد رصيده عند النقطة 31 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، متخلفا بفارق 13 نقطة كاملة عن المتصدر الهلال الذي يملك 44 نقطة. واستخدم بعض مشجعي الأهلي كلمات قاسية للتعبير عن غضبهم من محرز، إذ طالبوه بالمغادرة ووصفوه بالفشل من خلال الهتاف ضده بعبارة برا يا فاشل بعد نهاية اللقاء. لكن نجم منتخب الجزائر رد عليهم بالتصفيق قبل دخوله إلى غرف تغيير الملابس في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية. إن أعجبكم الفيديو المرجو دعمنا بلايك.